يلا أنا متفائل إن شاء الله من الشهر الجاي، من شهر يناير، إنه حركة الاقتصاد بتدور في البلد. حتى لو واحد يقول لك يا أخي 10 ريال للطفل، 115 ريال لكبار السن، لكن هي فيها مئات الملايين، وعجلة التنمية والاقتصاد بتدور بشكل أو بآخر بتدور. الكل بيشتغل والحركة الاقتصادية بتتحرك، لأنه ما هي المبالغ اللي واحد بيكنزها ولا بيعمل فيها ورث ولا بيخليها للمستقبل، لأنها مبالغ هي بسيطة، لكن في مجموعها مبالغ كبيرة. فما بالك لو كان للمرأة 60 ريال، لو كان أيضا للمتقاعدين للباحثين عن عمل 100 إلى 200 ريال. هذه كلها المبالغ اللي بتضخها الدولة لدعم المجتمع، لدعم المواطن والإنسان العماني. هي بالأساس بتروح في النهاية للاقتصاد الوطني. كل شيء يعني في هذا البلد بيشتغل، مطاعم، الفنادق، السياحة، تجارة بشكل عام، والراحة النفسية أيضا للمواطن يعني. فابتداء من الشهر الجاي هي البداية. أنا أعتقد أنه النشاط الاقتصادي بيتطور ب10 ريال للطفل و115 ريال للكبير، وإن شاء الله للمرأة وللباحث عن عمل وللمتقاعد. أي زيادة الحكومة بتضخها للمواطن وللمجتمع كله بيكون في صالح البلد وصالح اقتصاد وطننا الحبيب.